هتلاقي النهارده المسلمين في رمضان كل همهم يجمعوا أكبر قدر من الأكل المتنوع من الكنافة والفراخ والبط والبسبوسة وجميع أنواع الأكل. لكن آخر حاجة بيفكروا فيها إن هم يجمعوا أعمال صالحة في الشهر ده وتصفوا مع ربنا، ويعوضوا كل اللي فاتهم خلال السنة كلها. لكن هم بيعوضوا كل اللي فاتهم في الأكل بس. للأسف ده حال المسلمين النهارده، إن هم حاسين إن طول السنة ما كانوش بياكلوا وجايين ياكلوا في شهر رمضان الكريم. قبل ما تفكر إنك تملى بطنك إن ميزان حسناتك هو شهر واحد في السنة، يعني حتى الشهر ده أنت عايز تملى بطنك بس برضه. وربنا قال واتبعوا الشهوات، هو ده اللي حصل فعلا، إن هم اتبعوا الشهوات، شهوة الأكل والشرب. وهتلاقي كمان الأعمال، كل الأعمال، يعني ممكن تلاقي النهارده أصحاب مراهقين بيقولوا يجمعوا يقولوا تعالوا ده الموسم بتاع الحشيش، خلوا بالك رمضان في بيتجمعوا يشربوا حشيش بعد الفطار. اه والله، شايف انا بعمل ايه؟ تعمل ايه؟ طفل يعني ذكي، بس انا بتكلم على الشباب النهارده بيتجمعوا عشان يشربوا حشيش في رمضان. وفي ناس بتتجمع عشان تعمل حاجات غلط بعد الفطار في رمضان. وفي ناس بتتجمع عشان تاكل في رمضان. انا عايز الناس تتجمع عشان ترجع لربنا تاني، الناس تتجمع عشان تصالح ربنا تاني، الناس تتجمع عشان تتوب لربنا وترجع ليه. ده ما بيحصلش في المسلمين، مع ان ده شهر عبادات مش شهر بطول. ينزلوا الشارع دلوقتي هتلاقي الناس قاعدة بتلف على زينة رمضان وعلى الأكل بس. زينة رمضان والأكل. دي الزحمة دلوقتي على زينة رمضان والأكل، والمصاحف المرمية في البيت عليها تراب. سجادة الصلاة بنهديها لبعض لكن ما حدش بيصلي عليها. دايما تلاقي علب كده فيها سجادة صلاة بتتباع معاها شوية هدايا بتاعت رمضان، العلبة دي بتفضل مقفولة وبعد كده بيهدوها لبعض وتتمنى تراب وخلاص. لكن ما حدش فعلا النهارده، قليل جدا الناس اللي بتعتبر شهر رمضان شهر عبادات بترجع فيه ربنا. غير بقى المسلسلات اللي كلها فساد وإيحاءات مش مظبوطة. ودي ما بتجيش الا في رمضان، يعني تلاقي حتى الفنانين بيعملوا تصرفات مش مظبوطة واخر قلة ادب. للأسف ده في شهر العبادات وشهر الصوم وشهر الأعمال ترفع فيه لربنا سبحانه وتعالى. احنا حالنا صعب جدا كمسلمين، واحنا الوقت بيتأخر وبيعدي علينا، ويا ريت نلحق نتوب لربنا ونرجع له. واكيد بقى كلنا بقينا فاهمين ان الدنيا مش مستاهله كلنا.